قالوا لها هنخليكي الواجهة الإعلامية للمكان بتاعنا الجديد، ادولها حقنة فيلر في مناخيرها كانت هتموت فيها. تعال اقول لك ايه اللي حصل. البلوجر الشهيرة كنزي مدبولي كانت راحت لمركز كده تجميل. المركز دوت اصله مكانه الاساسي في طنطا، وكانوا هيفتحوا مكان تاني في التجمع. هما المركز ده كانوا عايزين البلوجر كنزي مدبولي تبقى الواجهة بتاعة المكان الجديد بتاعهم في التجمع. اقنعوها بالعافية كده ان هي تعمل عملية تجميل حقنة فيلر يعني في مناخيرها، ولكن العملية ديت فشلت وكانت هتؤدي الى موت البلوجر كنزي مدبولي على حسب طبعا تشخيص الدكاترة، لان كمان منطقة المناخير دي مسمينها دكاترة التجميل مثلث الموت، فمنطقة خطيرة جدا. ادولها حقنة فيلر فيها، طبعا لما باظت خلاص كادت ان تؤدي الى الوفاة بالنسبة للبلوجر كنزي مدبولي. طبعا الموضوع ما استكتش عليه، والبلوجر كنزي مدبولي حررت قضية ضد مركز التجميل دوت، وكمان ذكرت في القضية اسم دكتورة التجميل اللي هي اسمها لبنى صلاح، وده على حد كلام البلوجر كنزي مدبولي. جاري التحقيق في الموضوع دوت، ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل. انتوا بقى قولوا في كومنتات ايه انسب عقاب تاخده الدكتورة ديت ومركز التجميل ده.